أهلا بيكم هنا في مساحتنا الآمنة اللي بنربط بيها القلب والعقل والوعي والروح. النهاردة احنا هنتكلم عن موضوع طلبتوه مني، وهو التعافي من العلاقات النرجسية. لو انت أول مرة بتشوفني، أنا اسمي ريهام، أنا طبيبة نفسية مدربة على عدد كبير من أنواع السايكوثيرابي أو العلاج النفسي، وأنا مدربة يوجا ومدربة يوجا مالتيبل ستايلز، أنواع مختلفة من اليوجا منها اليوجا العلاجية. لو أنت يعني هنا جديد معايا في القناة، أنا أنصحك إن أنت تتفرّج على الفيديوهات السابقة اللي عملتها عن النرجسية، لإنه هيبقى أسهل معاك إن أنت تتفهّم وتفهم موضوع الفيديو ده بشكل أعمق لو أنت يعني شُفت هذه الفيديوهات. خلّينا نتكلّم برضه عن كذا تنويه مهم قبل ما ابتدي الفيديو بتاع النهارده. يا جماعة، فيديوهات اليوتيوب ليست بديلة عن العلاج النفسي. الغرض منها هي رفع التوعية، وليس إن إحنا نخلّيكم تشخّصوا بعض، لإن خبرة سنين العلاج النفسي بتاعتي اللي هي داخلة على 12 سَنة، شُفت فيها حاجات كتير. شُفت فيها ناس يعني بياخدوا ذريعة من الحاجات اللي بيتفرّجوا عليها إن هم يتهموا بعض بحاجات على أتفه الأسباب. أصبح في ثقافة زائفة كده. هو الناس اللي بتعمل الفيديوهات دي مش غرضها إن هي تقدّم ضرر، ولكن غرضها إن هي تقدّم دعم للناس، خصوصًا للناس اللي مش قادرة إن هي يعني تاخد خطوة العلاج النفسي لسه، فتدّيها شوية يعني شوية فِهْم أو شوية أدوات تستخدمها لغاية ما تقدر تتعالج، لإن الفيديوهات مش بديلة عن العلاج النفسي. خلّينا نخش في الموضوع، كيف نتعافى من العلاقات النرجسية، وخاصةً إذا كنت مش عارف أخرج منها. في بعض العلاقات في الحياة اختيارية، زي حتى الجواز اختياري، أنا أقدر أتطلّق. ال الشغل مثلًا، لو مديري نرجسي أقدر أسيب الشغل، لكن في علاقات ما ينفعش تتساب، أو هيبقى في صعوبة بالغة حتى في حَط الحدود فيها، زي الأمهات والأبهات. عشان كده أنا الفيديو ده باحاول أساعد فيه الناس اللي محطوطين في هذه الدايرة. وأحيانًا برضه في بعض علاقات الزواج من المستحيل خروج منها. لو مثلًا أنتِ أو أنت متزوج من شخص بقى لك أكتر من 20 سنة، ما أموركم المادية متداخلة، صعب تستقل، فهل معنى كده إن أنت مكتوب عليك إن أنت تعيش تعاني يعني؟ وخلّينا نستخدم أكتر لفظ الdynamic نرجسي أو دينامية نرجسية بدل التشخيص الصريح، عشان نبقى بنتكلم على أساس علمي، وعشان تبقى الكلمة لها قيمة ولها وزن، وعلشان تقدّم أكتر مقدار من النفع وأقل مقدار من الضرر. فإحنا المعلومات اللي عندنا عن النرجسية اتولدت في بيئة العالم الغربي من العلم النفس الغربي. فهي لا تشمل الطبيعة بتاعتنا كعرب. يعني أول كلمة بنسمعها لمّا نسمع فيديو لحد أجنبي، إنه يقول لك لو في حياتك حد نرجسي، حتى لو الحد ده باباك أو مامتك، اقطعه. طبعًا ده عندنا إحنا صعب جدًا، دينيًا صعب جدًا، مجتمعيًا صعب جدًا. الضحية لمّا بتتفرّج على فيديو زي كده، أنا متخيّلة إن هي بتحس بإحباط شديد، وبتحس إن ما فيش حل. ولكن ده تقصير مننا إحنا كناس اللي شغّالة في المجال ده كعرب، إن إحنا نحاول إن إحنا نلاقي حلول مناسبة لمجتمعنا إحنا ولقيمنا الأسرية والقيم الدينية اللي موجودة في المجتمع، بحيث تناسب عدد أكبر من الناس. كمان محتاجين نفرّق حاجة، إنه مرّة كنت كتبت post هزار كده إن مش كل الرجالة المصرية مثلًا نرجسيين، هم عندهم الرجل المصري syndrome. دي طبعًا هزار يعني. أنا اللي أقصده إن في بعض الصفات اللي ممكن تبقى موجودة في الأهل أو الناس اللي إحنا متجوزينهم تبان وكأنها نرجسية، وهي مش نرجسية، ولكن هي تربية. يعني إحنا عندنا إنه الأم والأب يبقوا متدخلين جدًا في قراراتك، ده cultural مقبول، وده إحنا يعني، فما نقدرش نقول إن الأب المتدخل ده نرجسي. يعني دي طبيعتنا، إحنا متربيين على ده. عندنا في الدين برضه إنه الزوجة محتاجة إنها تستأذن من جوزها في كل حاجة، ومحتاجة إن هي توجّهه بشكل ما وتحترمه بشكل ما. فلمّا راجل يطلب ده من مراته، هو مش بالضروري نرجسي، هو ممكن يكون بيحاول يطبّق الدين حتى لو بغشومية شوية، حتى لو بشوية يعني بيزوّدها شوية، أو بيستخدم الدين غلط، في ناس بتعمل ده.
لكن مش بالضروري نرجسي، فلازم إحنا نوضّح الحاجات دي علشان ما نمشيش نتّهم بعض، وعلشان نشوف حل صح يعني. فخلّينا نرجع لموضوع لو أنا دلوقتي في علاقة في زواج مثلًا، أو مديري في الشغل نرجسي، أو أمي أو أبويا، أنا اكتشفت بعد ما وعيت إنه في dynamic نرجسي حاصل، أعمل إيه؟ أنا هادّيك النهارده شوية خطوات عملية تساعدك في الموضوع ده، لإن التعافي مش محتاج يتأخّر، التعافي ممكن يبتدي من دلوقتي، يبتدي من وأنت حتى لسه جوّه العلاقة، وممكن يبتدي وأنت لوحدك لغاية ما ربنا ييسّر ويكون في معالج مختص يساعدك، لإن الحلول دايمًا بتُفصّل على الحالة نفسها مش عامة، لكن أنا باعمل ده للناس اللي مش قادرة تروح تتعالج دلوقتي. أول حاجة محتاجين نعملها إنه حتى لو اكتشفنا إنه الdynamic اللي موجود بيني وبين أسرتي نرجسي، بيني وبين أي حد نرجسي، أنا محتاجة الأول أرفع شعار نفسي أولًا، دي أول خطوة محتاجة أعملها، أنا الأول، أنا محتاجة أشوف إيه نقط الضعف اللي عندي، إيه مشاكلي اللي ممكن تكون مخلّياني فريسة لهذا النوع من الدينامية وتخلّيها مستمرة. وعشان تبقى فاهم، لو هتستخدم التقنيات اللي أنا باقول لك النهارده عليها و والدنيا اتصلّحت بشكل كبير بينك وبين الشخص ده، ففي احتمال إن هو أصلًا ما كانش نرجسي، ماشي، أو إن هو بيهدّي اللعب وهيرجع، فتحتاج صبر، تحتاج صبر وأنت بتستخدمها، ما تتسرّعش ونَفَسك يبقى طويل. مشكلة ضحايا هذه العلاقات، يعني مثلًا لمّا بييجي لنا واحدة كانت مخطوبة لواحد نرجسي، أو واحد كان في علاقة مع بنت نرجسية، هُم بيبقى شغلهم الشاغل واللي بيجذبهم جامد للنوعيات دي من الفيديوهات إن هُم عايزين يفهموا الشخص التاني ده عمل فينا كده ليه، مع إن أول خطوة في التعافي إن أفهم أنا عندي إيه مخلّيني عُرضة لهذا النرجسي، زي ما قُلت بقى في فيديوهات سابقة التعاطف المريض، اللي هو أنا عندي تعاطف زايد عن اللزوم مش التعاطف الصحي، ومنها زي ما قُلت برضه في فيديوهات سابقة إن أنا يكون عندي مشاكل في تنظيم مشاعري، منها برضه إنه أنا في حاجات حصلت جوّه العلاقة دي خلّت تقديري للأمور ما عادش مضبوط زي الأول. فأول حاجة زي ما قُلت، إن أنت ترفع شعار أنا أولًا، أنا محتاج أرجّع السيادة لنفسي مرّة تانية وأشوف أنا مالي. تاني حاجة أنا بانصحك إن أنت تنزل تشتري، أو أنتِ انزلي تشتري كراسة وورقة وقلم. هنعمل إيه بقى في الكراسة والورقة والقلم دي؟ هنقسمها جزء المواقف البيضاء حرفيًا والمواقف السوداء. مشكلتنا مع النرجسيين يا جماعة مش إن هُم وحشين طول الخط، عارفين لو هُم وحشين طول الخط ما كانش هيبقى في مشكلة، الشخص لمّا يبقى وِحِش طول الخط أو كويس طول الخط ما بيعملش مشكلة في دماغنا، اللي بيعمل مشكلة في دماغنا إيه؟ إن الشخص ده بيبقى كويس أوي أحيانًا ووِحِش أوي أحيانًا، فإيه اللي بيحصل علميًا جوّه الدماغ؟ الدماغ بينقسم علميًا لجزئين، بيحصل mechanism اسمه split. الجزء اللي في دماغي اللي شايف كل الذكريات الطيبة مع هذا الشخص مختلف تمامًا عن الجزء اللي شايف كل الذكريات الوحشة، فده بيخلّيه إنه لمّا يحصل موقف وِحِش أنا بافتكر له كل المواقف الوحشة، وبابقى ناسي تمامًا المواقف الكويسة، لمّا يحصل موقف كويس أفتكر كل المواقف الكويسة، وأقول ياه! ده أنا ظالمه، إزاي قُلت عليه إن هو مؤذي، إزاي قُلت إن دي علاقة سامة، ده إنسان كويس، ده عمل لي وعمل لي وعمل لي وعمل لي، وأنسى تمامًا الجزء السيء. إحنا مش بصدد هنا إن أنا أخلّيك تشوف الحلو والوحش جنب بعض عشان تعذره، لأ، أنا عايزاك تشوف الوحش والحلو جنب بعض عشان تفهمه، وعشان تفهم اللي بيحصل معاك. يبقى أول حاجة هنعملها أنا أولًا، وهنتكلم عن أنا أولًا دي هنعمل فيها إيه، لإنه هتتضمن أمانك وهتتضمن خطة تحطها، لكن قصة الكراسة دي علشان تقدر تحدد فيها إيه الحلو وإيه الوحش وتحطه جنب بعضه فتبتدي تفهم، فمثلًا تبتدي تفهم إنه أوكي، هو بيعمل فيّا الحركات الوحشة دي، ولكن لمّا بيزوّدها زيادة عن اللزوم بيرمي لي فتات، لمّا ساعة لمّا عمل الحركة الكويسة دي، ساعتها أنا مشاعري اتغيّرت وبقيت كويسة، أول ما بقيت كويسة ادّاني تاني على دماغي، إن العلاقة مع النرجسي بتبقى cycles، زي ما قُلنا هو ما بيبقاش وِحِش طول الوقت، هو بيعمل حاجة كويسة وبعد شوية يعمل حاجة وحشة، وده للأسف حتى لو أنت ما كانش فيك عيوب. يعني لو افترضنا إن أنت ما كانش فيك أي عيب ولا مثلًا أنت كمان متربي على إيد نرجسي ولا أي حاجة، ودخلت في علاقة مع نرجسي لفترة طويلة، هو ممكن يشوّه دماغك،
لإنه بيشتغل معاك على حاجة اسمها نظام المكافآت المتقطع أو الغير متوقع، اسمه بالإنجليزي intermittent reinforcement. إحنا اكتشفنا النوع ده من النمط في التعلُّق من خلال دراسة أنماط التعلُّق، إنه طبعًا إحنا كل التجارب بتوع علماء النفس، الناس اللي برّه، نفسي يبقى في مصريين بيعملوا ده وعرب، بيجيبوا فيران وبيقعدوا يا حرام يجرّبوا عليهم. فكانوا جابوا فيران وكانوا يعني بيشوفوا أنظمة التعلُّق بتاعتهم يعني، فيعني تجارب كتير منها بيشوف مثلًا إنه لمّا باحُط له حافز إيجابي بيزوّد إيه، حافز سلبي بيمنع إيه. هم لاحظوا إن هم لمّا بييجوا يدّوا للفئران مكافآت متقطعة، يعني الأكل بتاعهم مثلًا ما بيتحطّلهمش في مواعيد معيّنة، يعني بيخلّي الفار مش عارف، مش متوقّع إمتى هييجي له أكل، ده بيخلّيه حرفيًا يتجنن. يعني يتجنن، هُم كانوا بيجيبوا في التجربة رافعة كده، وإنه كل ما الفار يطلع على الرافعة يدّوا له أكل، فيتعلّم إن كل ما هاطلع على الرافعة في أكل هييجي لي. بدأوا يسيبوه يطلع على الرافعة ويحطّوا له أكل كل فين وفين، بطريقة مش منتظمة ومش متوقعة. الفار بقى كل شوية يدوس على الرافعة دي كأنه اتجنن. ده بيحصل لنا في العلاقات النرجسية. إنه لإن أنت مش عارف إمتى اللحظة الحلوة اللي علّقتك بيها هترجع تاني، أنت بتفضل تبذل مجهود كبير جدًا عشان ترجّعه للنقطة الحلوة دي. هو في فترة من الفترات كان شايفك حلو أوي، فترة من الفترات كان بيحتضنك أوي، فترة من الفترات كان بيقول لك كلام إيجابي أوي، وبعدين ده اختفى، وبقى بييجي في حياتك في أوقات غير متوقعة. فأنت إيه اللي يحصل فيك؟ أنت تتجنن زي الفار ده. يعني مع أسفي للتشبيه، بس ده عشان إحنا كلنا يعني ده brain function يعني. فتفضل تعطي وتُبذل، تعطي وتُبذل في أمل إنه في يوم يرجّعني الفتات ده، ولو رجّعه لي أحس إنه حاجة كبيرة جدًا لإن أنا قاعد مستنيه ومستوي من زمان. هييجي في دماغ حضراتكم هل النرجسي بيعمل ده قاصد؟ هو لأ يا جماعة، معظم النرجسيين هم بيبقوا بيعملوا الحاجات دي باللاوعي علشان هم عايزين يطلّعوا منكم أقصى استفادة، أقصى طاقة، أقصى استجداء. هم كل ده بيشبّع عندهم الneed للattention، والattention عندهم مش بس إيجابي، كمان سلبي. يعني أنت لمّا بتتخانق معاه وبتبسطه ماشي. فهُم بيبقوا متربيين في عائلات أصلًا كانوا نرجسيين، ما حدش بيطلع نرجسي منه لنفسه، غالبًا هتلاقي النرجسي ده باباه، مامته، يعني بيبقى في history. فهو متعلّم الطرق المتلاعبة دي باللاوعي، يعني هو مش بيبقى قاعد بيخطط علشان يعمل لك ده، هو دي بتطلع منه تلقائيًا كده. بس مع ذلك هو مسؤول عنها لإنه هو عارف إنها بتأذي، بيشوف بعينه إنها بتأذي. وتلاقيه ما بيعملهاش بقى قدّام الناس، يعني ما بيهزّقكش التهزيق الجميل بتاعه ده قدّام ناس، لأ قدّام الناس لازم يحافظ على صورته، هتلاقيه صورة الأب المثالي، الأم المثالي، الزوج المثالي، لمّا يكون في ناس غُرب، عشان الناس غُرب يقولوا عليه الله! إيه الجمال ده، إيه الروعة دي. لكن بينك وبينه بقى حدِّث ولا حرج، فهو بيبقى عنده وعي إن اللي بيعمله غلط، لكن هو مش بيعمله بتخطيط، هو يعني ما تدّيلهمش أكبر من حجمهم، ما هواش mastermind أو حد يعني خطير، لأ، هو بالعكس هو بيحرّكه دافع تافه، اللي هو عايز يحس إن هو موجود وعايز يحس إن هو كبير وegoistic، فما تدّيلوش أكبر من حجمه بإن هو يعني قاعد مخطط. فلمّا بنحُط الأفعال السيئة والأفعال الوحشة في كُرّاسة واحدة وبنقراها ورا بعض، يعني اعمل ده لمدة 30 يوم، ده يساعد على فَك النوع ده من التعلُّق، ويخلّيك قوي جدًا في إن أنت ما تستقبلش منّه المكافآت المتقاطعة دي، ما تقبلهاش. ما يبقاش بسهولة إن هو يتلاعب بيك. إحنا كُنّا قُلنا في الفيديو بتاع دور النرجسي في حياتك إنه ممكن يكون دوره إنه يخلّيك شخصية قوية. التروما يا جماعة مش بالضروري بتجعل مننا ناس أقوياء، ولا بالضروري بتخلّينا ناس كويسين. التروما بتيجي تكسر، لكن الأرواح المميزة، الناس الكو ال ال الشجاعة، هم اللي بتقدر تحوّل نفس هذا الألم لقوة وصلابة في الشخصية. فأنت لو قدرت تقطع هذا النوع من التعلق السام، أنتم لو بتقروا في علم النفس تعرفوا قد إيه نظام المكافآت المتقطع ده اللي إحنا اكتشفناه في الناس مثلًا بتلعب قمار. لو تعرفوا حد بيلعب قمار وتعرفوا قد إيه صعب يسيب القمار، هتعرفوا إن أنتم لو خرجتوا من التعلق ده أنتم هتبقوا unstoppable، هتبقوا ناس قوية جدًا، ما عادش حد يقدر يدوس لكم على طرف. وكل ده مش محتاج يتعمل وأنت بعيد،
still وأنت معاه. حتى لو الشخص ده ماما، حتى لو الشخص ده بابا، حتى لو الشخص ده زوجي، حتى لو الشخص ده مديري في العمل. بس مديري في العمل هنتكلم عن تقنية تتعامل معاهم يعني، لإن طبعًا بتفرق على نوع العلاقة يعني. فيبقى زي ما قُلنا إن إحنا نضع شعار أنا أولًا، أنا هابطّل تفكير فيه هو، أنا هافكّر فيّا أنا، إيه نقاط الضعف اللي عندي اللي كانت موجودة من قبله أو اللي اتكوّنت أثناء وجوده، أو اللي كانت موجودة من قبله وكمان اتكوّنت أثناء وجوده، خلّتني طُعم سهل لهذا النوع من الضحية. وأنا بافضّل إن الناس قبل ما يعني في علاقات ينفع نقطعها، يعني ينفع نقطع علاقتنا بصاحبة مؤذية، ممكن نقطع علاقتنا بزوج مؤذي، بس لو ما اشتغلتش على الكلام ده، أنا still عندي الحتّة اللي بتتعلّق، still عندي الحتّة اللي بتبقى splitted اللي بتشوف الحلو لوحده والوِحِش لوحده. طب ما أنا طبيعي إن أنا بعد كده هادخل في علاقة نرجسية بسهولة جدًا. فأحيانًا التمرين بيبقى في وسط حلبة المصارعة. يعني علشان أقوي عضلاتك جوّه حلبة المصارعة، محتاجة أحطك فيها الأول، محتاج تبقى تحت الضغط ده، مش محتاج تكون قاعد مرتاح. لو أنت قاعد مرتاح وأنا قاعدة أوصف لك أنت وأنت بتصارع هيحصل إيه ومش عارف إيه، عضلاتك مش هتقوى. فممكن يكون وجود شخص زي كده فرصة إن أنت تتعلم ده في وجوده، ولو ينفع تسيبه بعد كده سيبه، ماشي، لإن أنت ما تستاهلش علاقة مستنزفة كده، خصوصًا لو علاقة اختيارية. لكن فعلًا الناس اللي بتقدر تبقى قوية جدًا هي اللي بتقدر تعمل ده وهي أصلًا لسه جوّه العلاقة. فيبقى الكراسة أنا أولًا. تالت حاجة إن أنا لازم أعمل حاجة لنفسي، يعني الناس اللي ما لهاش مصدر دخل، الناس اللي ما لهاش أصحاب، لازم نبتدي ندوّر على مواردنا من تاني. النرجسي مشهور بإنه بيخلّي البني آدم اللي معاه معزول. إحنا محتاجين نخرج برّه هذه العُزلة. لو عندك حد صديقك من زمان، صديقتِك من زمان، ارجعوا كلموهم وما تقولولهمش. لازم يبقى في مصدر بشري حواليك تقدر بجانب الكراسة بتاعتك، تقدر تحكي له اللي بيحصل بشفافية ويساعدك، علشان ده هيحافظ على سلامتك العقلية. لو مش موجود ومش هينفع ترجع، أو يعني لو رجعت صداقات من كده هتتأذي مع الشخص اللي منعك عنهم، خلاص أنت وكراستك، أنت وفيديو زي اللي إحنا اللي أنت شايفه دلوقتي، هيساعد كتير جدًا في إنه يحفظ سلامك النفسي شوية، ويحافظ على قواك العقلية شوية. وده اللي أتمناه إنه الفيديوهات اللي باعملها تكون بتعمل ده مع الناس. أوكي؟ لو ما عندكش شغل محتاج تبتدي تسعى لشغل. مش لازم فورًا نلاقي شغل، لإنه لازم يعني من النقاط القوية في الشخصية إن يبقى عندها مصدر رزق. مش لازم نلاقي شغل right away، على الأقل أبتدي أبني مهارات، أتعلم لغة جديدة، آخد كورس أونلاين ببلاش، أدخل على كورسيرا أشوف لي كام حاجة. ده لازم يحصل. يبقى هنرجع تاني، هترفع شعار أنا أولًا، بعد كده هتجيب الكراسة، تالت حاجة هتدوّر على موارد، منها موارد بشرية، رجّع علاقات، اعمل علاقات جديدة، رجّع صحاب قدام كنت بتثق فيهم، اطلع من العُزلة، ابتدي ابني واحدة، واحدة خطوات ناحية استقلال مادي. الاستقلال المادي بقى في جميع أنواع العلاقات بينفع، سواء أنا عندي أب وأم نرجسيين، سواء أنا في علاقة نرجسية مع زوج. أوكي؟ بعد كده لازم تعمل كل يوم حاجة فيها self care، يعني مارس رياضة، ولّع شمعة ريحتها حلوة، الحاجات دي بتدّي أمان للجهاز العصبي. يبقى لك أو يبقى لِك نُص ساعة في اليوم بتاعتِك، يبقى لك رُكن في البيت تقدر تقرا فيه كتاب، تسمع موسيقى. كل الحاجات دي بتساعد يا جماعة إن إحنا نكون نستعيد شوية السيادة بتاعتنا. الحاجة اللي بعد كده تكنيك مهم جدًا محتاجين نعمله في مثل هذه العلاقات اسمه الGray Rock Technique، إن أنا هابقى صخرة رمادية، يعني أخلّيه ما يشوفنيش قدر الإمكان، أخلّي النرجسي اللي معايا ده ما يشوفنيش قدر الإمكان. بمعنى إيه؟ أنا محتاج إن هو لمّا ييجي مثلًا يتريق عليَّ، يتنمر، الحاجات اللي هُم بيعملوها دي أرُد ردود ما فيهاش أي موافقة وما فيهاش أي رفض. يعني بمعنى إيه؟ يعني مثلًا شكلِك وِحِش أوي النهارده، أوكي، ده رأيك. الأكل وِحِش أوي النهارده. فعلًا ممكن الأكل أحيانًا يبقى مش على ذوقك، حاول أعمله بكرة أحسن. الردود اللي تأثّر، اللي تخلّيه مش عارف يمُص طاقتك.
لازم تتعامل معاه باحترام شديد، ما تدّيلوش فرصة لإيذائك، ما تجرحش الإيجو بتاعه بأي شكل من الأشكال، عشان كده أنا بانوّه كتير جدًا عشان ده للsafety للأمان، ما تروحوش تقولوا لحد أنتم شاكين إنه نرجسي، إنه نرجسي، لإنه هيأذيكم، خصوصًا لو علاقة بقى إيه، أم، أب، زوج، حد مهم، أوكي؟ ما تدّيلوش فرصة للخناق، خُد مسافة نفسية منّه وأنت لسه جوّه العلاقة، وما تدّيلوش فرصة إنه يتخانق معاك. رَد فعل النرجسي لمّا هيعمل ده هيبقى في كذا stage محتاج تستحملهم. أول ما هتبتدي تتبارد شوية كده، هو هيحاول يصعّد الاستفزاز. محتاج تبقى فاهم ده من قبل ما تعمل التكنيك ده وتتحمّل. لمّا يحصل ده، روح بقى كلّم الشخص اللي إحنا قُلنا هنرجّع علاقتنا بيه. آمم اوعى تبيّن له أي مشاعر، تبيين أي مشاعر حقيقية للنرجسي ذريعة لأذى. خُش عيّط، صوّت لوحدك، مخدة طلّع فيها غِلّك وغيظك، اكسري حاجة، روحي اعملي رياضة طلّعي فيها غضبِك، روحي ارقصي، أيًا كان، لكن ما تطلّعش مشاعرك قدّامه، لإن أي شعور أنت بتطلّعه قدّامه ده ذريعة إن إحنا نرجع لدايرة الأذى. أنا لمّا باقول ما تسيبوهمش إلا لمّا تتعلموا، برضه في حتّة مهمة لازم أقولها، إلا إذا كان العلاقة اللي أنت فيها خطر على سلامتك الجسدية تحديدًا، لو أنت مع شخص عنيف أرجوك اطلب مساعدة ولازم تمشي، دي ما فيهاش فصال، أوكي؟ بعد كده بعد ما هيصعّد، هيعاقب، محتاجين نستحمل بشجاعة كل ده، وبعد كده هيستسلم، وغالبًا هيقلب على الوش التاني، هيقلب وش بقى الغلبان اللي هيتمسكن لك، يعني لو هو نرجسي واضح هيبتدي بقى يبقى الضعيف الغلبان المتمسكن، ليه؟ لإنه هيبقى بيفقد سيطرته، محتاج تبقى فاهم إن ده هيحصل من قبل ما يحصل، علشان ما تُقعش فخ. طب أنت لو قدرت تعمل التكنيك بتاع الgrey rock ده ونجحت فيه، هتكسب إيه؟ هتكسب إنك نظّمت مشاعرك ما عُدتش سهل الاستفزاز، ودي المشكلة اللي يمكن كانت عندك من الأول اللي خلّتك ضحية للنرجسي، هتكسب جامد جدًا لمّا تتّبع الgrey rock technique. طيب ماذا لو أهلي نرجسيين؟ يعني معظم الكلام ده هينفع مع زوج، ماذا لو أهلي نرجسيين؟ أنا لازم أحُط لهم حدود، لازم طالما أنا عدّيت سِن قانوني يبقى لي مصدر رزق مستقل، علشان غالبًا هو بيبقى الabuse بييجي من إن أنا أمنع عنّك مصدر الرزق. لازم ما استفزّهمش، لازم ما أقلّش أدبي عليهم، لازم آخُد اللي أنا محتاجاه منهم بالراحة وبالحيلة و بإن أنا آخُد مسافة. لو كنت أنت متجوّز وalready مستقل، خُد مسافة. المسافة لا تعني قطع أرحام ولا تعني إن إحنا ما عدناش نكلّمهم، ولكن نكلّمهم بالقدر اللي نقدر حالتنا النفسية تستحمله ونتواصل معاهم بالقدر اللي يسمح لهم إنه ما يؤذوناش وما نحكيلهمش تفاصيل عن حياتنا وما ندخّلهمش في تفاصيل حياتنا، بنعمل إيه، بنجيب إيه، بنشتري إيه، متجوّزين مين، بنعمل إيه، طبعًا هُم لازم هيبقوا عارفين أنتم متجوّزين مين، بس مشاكلكم والكلام ده. كل ما هتحُط حدود، كل ما هتقدر تحافظ على صلة الرحم من غير ما تتأذي. ولو أنت لسه في البيت يعني معاهم، يبقى نصبر شوية لغاية ما يبقى عندنا فلوس ونقدر نستقل أو نخرج نسافر برّه، نتجوّز، أيًا كان، ونبتدي نضع هذه الحدود. لكن وأنا معاهم لازم أكتر حاجة أعملها هي الgrade rock technique ده عشان أتجنب الأذى. لازم نحترمهم، لازم ما نجيش جنب الego بتاعهم. ليه؟ هل أنا كده باحب النرجسيين عايزاكم تبقوا يعني ضحايا ممتازين؟ لأ، أنا عشان يهمني سلامتك أولًا وإحنا في مجتمع يتطلب ده. يتطلب إن أنت تراعي سلامتك أولًا، لإنه مش سهل حد يفهمك لو أنت عندك dynamic نرجسي مع أهلك ما حدش هيقف جنبك، فسلامتك أولًا، فمحتاج إن أنت كمان تستخدم غضبك، تستخدم ضيقك في إنك تبني نفسك، مش في إنك أنت مثلًا تصوّت وتعيّط والّا تروح تشتكي، لإنه لمّا بافهم إنه الحاجات دي مش هتجيب نتيجة، بابتدي أتعافى صح. طب لو مديري نرجسي، المدير النرجسي بيعمل إيه؟ بيبقى عايز يعرف كل تفاصيل حياتك علشان يقدر ياخد منك يعني الأول بيبقى ودود وممكن يعرض خدمات وممكن يعني بيبقى عايز يعرف عنك حياتك الشخصية. مع أي مدير يا جماعة ما تحكولهمش حياتكم الشخصية، ما تتباسطوش معاهم وحطوا حدود من الأول. نرجسي والّا مش نرجسي مش هيلاقي حاجة يمسكها عليك أو يأذيك بيها، طول ما أنت حاطط حدودك هو مش عارف عنك حاجة، ما فيش حاجة يقدر يستخدمها ضدك، ما فيش حاجة يقدر يأذيك بسببها،
غالبًا هيدوّر على ضحية غيرك. طبعًا الموضوع يُقال فيه أكتر وأكتر وممكن أعمل له أجزاء تانية، لكن أتمنى إنه الفيديو يكون مفيد ويكونوا ادّاكم خلاصة أنتم فعلًا محتاجينها. شاركوني آرائكم في الكومنتات. لو عجبك الفيديو please subscribe وshare علشان تدّيني يعني تفتح نِفسي إن أنا أعمل أكتر وأكتر علشانكم. ولو في موضوع تاني حابين نتكلم فيه يا ريت تقولوا لي. شكرًا ليكم لو أنتم مستنيين لغاية دلوقتي وسمعتوا كل ده.